رحلة عبر صفحات كتاب، إبحار أثيري في عوالم الفكر والإنتاج الأكاديمي. رحلة عبر صفحات كتاب، وقفة للتأمل في منظور رجالات الفكر والساسة في قضايا وطنية وكونية. رحلة عبر صفحات كتاب، تنسيق وإخراج عزيز الغاوي. مرحبا بكم في برنامج رحلة عبر صفحات كتاب الذي تشرف عليه الأخت عزيزة الغاوي، ويرافقكم في هذه الحلقة، حلقة اليوم، الشاعر بوعلان التخيسي من مدينة وجدة، لتقديم المجموعة الشعرية الرابعة من 6 مجموعات اللي صدرت ما بين 2012 إلى 2022. سأتحدث عن مجموعة الرابعة المعنونة بعطفا على خصر الكمال، الصادرة سنة 2018. من باب العتبات الديوان تصدرته صورة غلاف للفنان يحيى التخيسي، كما جاء في الصفحة الرابعة أي في ظهر الغلاف شهادات لشعراء مغاربة، منهم أحمد بالحاج أيت ورهام، مصطفى شليح، والزبير خياط. هذا الديوان بالنسبة لي يعني هو فاصل وفيصل في تجربتي، وله عندي مكانة خاصة لاعتبارات عدة، منها هو اهتمامي بالتيمات الشعرية. فبعدما كنت أجمع في الأضمومة كل ما كتب في فترة من الزمن في هذا العمل، حاولت أن أبوب إن صح التعبير، وأن أجمع كل نصوص لها تيمة معينة، أجمعها على حدة. هذه التيمات لهذا الديوان ربما كانت في حدود 4 تيمات. قبل ذلك استهللت الديوان بنصين، نص سميته إهداء، هو نص قصير، ثم نص آخر سميته فاتحة أي مقدمة، ثم بعد ذلك جاءت الفصول. فكان الفصل الأول تقريبا يتحدث عن الذات، عن ذات الشاعر، فيه شيء من الميتا شعر. كان الفصل الثاني يتحدث عن آمال الوطن وعن آمال الإنسان بصفة عامة وآلامه. الفصل الثالث كان إنسانيا، كانت فيه بعض القصائد ذات الطابع الحميمي، فيه قصيدة لابنتي، فيه قصيدة للأم، فيه قصائد هكذا يعني لمن تجمعني بهم هذه الوشائج وهذه العلاقات القريبة جدا. ثم جاء الفصل الرابع الأخير للمرأة عموما، التي هي عندي لا تختلف ولا تفترق عن القصيدة. المرأة هي القصيدة والقصيدة امرأة. هذا بعجالة عن هذا الديوان. هناك يعني في الديوان نصوص قصيرة، وهناك نصوص طويلة، هناك نصوص كتبت على كل التجربة كلها، يعني أكتب قصائد موزونة، مقتنع بهذه التجربة، ولكن في نفس الوقت منفتح على كل التجارب، وأحب الشعر كيفما كان شكله، لكنني أفضل أن أكتب بهذه الطريقة. وفي هذا الديوان جاءت نصوصي إما عمودية بنظام شطين أو حرة تفعيلية، وهكذا كانت يعني تجربتي ونصوصي في كل الدواوين 6. فأقرأ ربما لأوضح يعني هذه التيمات. القصيدة الأولى هي عبارة عن شكل بيان أقرأه لأوضح كيف أن هذا الديوان جمع هذه التيمات ال4. جمعتها في هذه المقدمة التي سميتها فاتحة. أقول فيها: اغتنم 5 لتحظى بالقصيدة، نوبة الأشعار في الأسحار وانعم بالصمر، وسويعات الهوى الأولى وطول الحلم، لا تسأل لحلم عن صباح، كلما طال بك الحلم يطيب المنتظر، ثم الأحزان لا تنسى اغتنم، لا شيء يأتي من سرور، آية الشعر الشجن، واغتنم إن شئت قول الشعر أوجاع الوطن. الشعر عندي لا يخلو من هذه الأمور ال4. فالشعر إما أن يكون حبا، وإما أن يكون تقاسما للألم مع الوطن ومع الوطن
مفهومه العام مع الوطن القريب والوطني أو الوطن الصغير والوطني الأكبر، مع ما يجري حولنا وما يتكبده الإنسان العربي والمسلم والإنسان بصفة عامة. ثم القصيدة هي لحظة صدق ولحظة صفاء. لا يمكن أن نكتب الشعر إلا ونحن متصالحين مع الذات، متصالحين مع أنفسنا. وبهذا كلما كان الشاعر صادقا في نصه وفي قصيدته إلا ولامس هذا النص ولامست كلماته قلوب الآخرين. لكن والمفارقة غريبة، جعل في حسبانه الآخر واهتم بما يقوله الآخر وبما يطلبه الآخر، إلا ورفض هذا النص عند هذا الآخر وقبل بالرفض وقبل بالاستغراب، عكس القصيدة الصادقة النابعة من قلب تلامس القلوب وتلامس الإنسان. هكذا هذه هي نظرتي للشعر عموما. حتى لا أطيل نترككم مع واصل ثم نواصل. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. بصير يمشيني لبعيد يوديني تا أعرف لمين وما بعرف لمين. عديت الأسامي ومحيت الأسامي ونامي يا عيني إذا راح فيك تنامي. عديت الأسامي ومحيت الأسامي ونامي يا عيني إذا راح فيك تنامي. وبعده الحنين من خلف الحنين بالدمع يغرني وبأسامي المنسين. بعرف لمين وما بعرف لمين. أنا عندي حنين ما بعرف لمين، ليلي بيخطفني من بين السهرانين. وبصير يمشيني لبعيد يوديني تا أعرف لمين وما بعرف لمين.
بصيري مشيني لبعيد يوديني أعرف لمين وما بعرف لمين. رحلة عبر صفحات كتاب. مرحبا بكم مرة أخرى، معكم الشاعر بوعلام الدخيسي. سأقرأ لكم من هذا الديوان، هذه المجموعة، بعض النصوص الشعرية في حدود دقائق معدودة. أقرأ أولا نصا من التيمة الثالثة من الفصل الثالث، قصيدة كتبتها لابنتي في أول عيد بعد زواجها. ابنتي تزوجت، وفي أول عيد غابت البنت، حضرت هذه القصيدة. أقول في هذه القصيدة التي عنونتها بأولاد عيد شاحبة: لكم عيد ولا عيد لدي، ولا قبل تصبح يا يدي، ولا بابا سمعت اليوم فجرا، أثوبي يا أبي حسن علي، أشعري هكذا أحلى، أتاجي جميل يا أبي في مفرقية، ولا نامي أمرتك أمس كي لا يفوتك نور صبح في المحيا، ولا حنا ألم تعجبك حتى رأيت نقوشها شكلا بهيا، ولا هيا أبي لنزور هذا وذاك سأقتفي وأقول هيا، تعال بنا إليها يا فؤادي، فلم أهنأ وإن جاءت إلي، كبرت بنيتي وأتاك عيد، سوى الأعياد نصنعها سويا، كبرت ولم يعد فينا صبي نداعبه، فكنت أنا الصبي، وكان مداعبي ما جئت أشدو على العود الذي ما زال حيا، وكان الثوب للعيد ارتجالا يواري ما يبلل مقلتي، لغيري فرحتان وقد أقاموا شعائرهم وما أعطيت شيئا، لأني ربما صمت احتسابا لحزني جاءني عيدي شقيا، فينصفني إلهي ذاك ظني، لأني لم أكن إلا وفيا، فينصف أولا كوني حزينا أرتل شاديا أبكي بنيا، وينصف ثانيا لما دعاني وعرفني غيابك والدي، وينصف ثالثا لما رآني وحيدا أنت وحدك من لدي. النص الثاني بعنوان هامش الأسماء: الأرض أول من مشت، لكنها في الخلف ترتجل الخطى، الشمس أول من صحت، كيف اكتفت بالصمت لم تنشر مقدمة الحكاية، الليل أول من دعا للنوم كي يخفي السواد، وأول الداعين للأقمار يسرق من جيوب الشمس نورا كي نقاسمه الظلام، الليل أول عاشق للبدر، أول من تأمل حسنه، يأتي به طفلا هلاليا يقاسمه الليالي ثم ينفقه إذا اكتمل النصاب، الليل ينقض غزله ويعيد ترتيب الضباب، النوم أول من دعانا للغياب ومن تنبأ بالنهاية، الحلم أكبر كاذب لكنه ما زال ينعم بالبراءة، لم يقاومه النيام فجاء يجتاح العيون الصاحية، الغيم أول من بكت، لم تبك إلا صفعة الريح الخفية، كانت الأمطار من غبن وكان الزرع من غبن وكان الخبز مرا، ثم جاء البحر يلقي عذره فأتى بملح زادنا عطشا وأنسانا الطعام، الريح ما زالت تجوب الأرض تبحث عن قرار، ليس عيبا أن تدون
في مذكرة المسافر موت هذا أو حياة من هناك. الريح بعد الله تعرف ما يدور على البسيطة من بقاء أو هلاك. الماء أول من هوى ألقى السلام على الجماد فكانت الدنيا وكان الموت في أعقابها. الماء يطفئ ما تصعر من حريق ثم يعبث بالغريق. الماء آخر من يحق له الحديث عن الحياة. الصخر آخر من تكلم لم يقل إلا صدى. هو لا يردد غير آخر ما نقول. أصم هذا الصخر لكن كيف يحفظ للحضارات التي عبرت تفاصيل الكلام. الصخر أيضا معجب بالآخرين وإن تحصن في الجبال. الطير يخشى أن يسافر وحده، شهد الجريمة وحده، أفتى ببطن الأرض للموتى ورفرف عاليا. للطير أن يعلو ولي حق السؤال، هل كان بين الطير قتل بعدها؟ هل أدرك الطير الطريقة وحده؟ لا شيء يعرف قبل حادثة الحجر. الحوت قبر الأنبياء ونصرهم، ما كان نصرا للعراة العابرين البحر لا يدرون أين عدوهم، أين الصديق وما الوراء وما الأمام. الوقت لا يدري لماذا نحن نحسبه بهذا الشكل نتعب ظهره. لا شيء يعلم عن دقائقه العديدة، لا يرى معنى لهذا الكم من ساعاتنا في أكبر الساحات. يكره أن يشاركنا الزحام. الورد لا يدري لماذا صار يهدى في المواعيد الجميلة. قال لي يوما: أيعقل يا صديقي أن أهجر من مكاني للحديث عن الغرام؟ الظل آخر ما تبقى للنهار من الدليل وآخر الأصحاب. هل تأويه إذ تأوي الصديق يد التراب؟ الكون أصغر من حصى الوديان، قال الفيزياء الذي نظر الحياة مؤخرا. والحب، قال الفيلسوف وقد تقدم سنه في العلم، خارطة النجاة. سأقرأ نصا أخيرا من الفصل الرابع الذي تحدثت عنه، قصيدة تحت عنوان: لست ككل الشعراء. هل لي أن أستغفر قلبك سيدتي؟ هل لي أن أحمل شعري وأنا أدخل محرابك؟ كان وما زال الشعر عصاي إذا قصرت ساقي. كان الصاحب في الرحلة، كان الزاد، وكانت تخلفه في الحب متى سافر أشواقي. كان على كل الأحوال أيطرد عند العسرة حين تفرق عني الجيش وصرت وحيدا، لا شيء لدي اليوم سواه. ومن كلمني في الوادي وأتى بك تملين الجرة في الوادي، وأتى بالشعر رضيعا يفطم قبل الحولين. ومن أدخلني قصرك بلقيس، ومن أورث صاحبنا العلم، ومن أمسك بالريح وقد مالت بي شطرك. ومن فاوض عنك الوقت وفوض للذروة عطرك. هو من أمر الطير ومن كشف الساق. هو من جاء بنا غيما فابتل السهل وفاض النهر، وكان الزرع كما انتظر الزراع. أتعجز هذا المزن شرارة نار؟ قل للنار سلاما، قل للبعد إلاما، قل لمؤذن هذا المعبر إن صواعا في جيب الشاعر. قل للشعر على باب النيل سيأتيك أخوك قريبا، وسيسجد للقلب الحزن المرهاق. قم واخطب في الناس، سيبدأ تاريخ آخر إن فارقني من أهوى. ستكون الأشهر غير الأشهر، يكفيني أن أذكر منها شهرا فيه تعرى قلبانا، واكتست الأعين بالنجوى والساقطت الأشواق. يكفيني يوم كسرت الألواح ويوم حملت على الدسر سواي، ولم أكفر قط بنجمك من غيري ستقلين على الفلك من العشاق. قل للأرض غدا تشرق شمسك،
لا من مشرقها أو من مغربها، فتطل علينا من هذا الغار، تبشر بالثالث يشهد غربتنا، وستشرق هذه الأوراق. قل أعوذ برب الشعر من الشعر إذا لم يدخلني حضرتها، إن أخطأ ذروتها. قل للناس أنا غير الناس، أنا المدعو مساء لأقبل سدرتها. أسري بي من كتبي نحو ضفائرها، أعرج بي بين طباق خواطرها. أعجبت وألهمت وهمت ووحدت الوادي، كنت أقول وأفعل لست ككل الشعراء. أطعت فؤادي ونشرت على الجدران معلقتي، وربطت براقي في كل مداخلها، وأمرت لها بجميع الشعر وصاياه العشر وآيات النصر وما حوصر في الميثاق. قل هو شعري، إما أن يفتح لي بعد النكسة قلعتها، أو أغلق عني كل جهاتي، وأعد صلاتي للفتية في الكهف إذا عادوا من حيث أتوا. هل تلتحف الكهف فتاة الفتية إن جادت بجلالتها؟ الموت معا قلت لها خير من عيش يكتب شطرين ولا بيت يلم شتاته. الموت أجابت كان سيبقى سرا لو حفظ الجالس من ساته. لو أفسح للعشق كما يجب ما زال لدي من الدهشة، قالت ما أهب ما زال الموج طريد الأعماق. وشكرا لكم. أرجو أن تكون هذه اللحظات قد مرت سلاما على قلوبكم، وأن تكونوا قد استمتعتم بهذه اللحظات معي في هذا السفر الجميل مع رحلة عبر صفحات كتاب. شكرا للمشرفين على هذا البرنامج، شكرا لمحطة فاس، ولكم أيها المستمعين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحلة عبر صفحات كتاب، إبحار أثيري في عوالم الفكر والإنتاج الأكاديمي. رحلة عبر صفحات كتاب، وقفة للتأمل في منظور رجالات الفكر والساسة في قضايا وطنية وكونية. رحلة عبر صفحات كتاب، تنسيق وإخراج عزيز الغاوي.